سمعنا نايمات للظهر من خرب حظي. كملت كل الدولمة والحشوة وكل شيء. أريد أحشي ناسية الفلفل البارد، وأموت على الدولمة بالفلفل البارد. وهسه رحت وجيت وكتبني البرد وجيت شنو حتى والله أعلمتين والله مدللات. أهم شيء بالدولمة هذا الرز المدبدب، شوفوا المصري، لحم مفروم ويليه معجون. أنا أحط الشبنت، انتوا تحطون كرفس أي شيء بكيفكم. هنا البقايا مال الثرب مال العفو مال الحفر مال الباذنجان والكوسة خلوا، بصل ثوم طماطة حبايبي. هنا عندي البهارات، شوية فلفل أسود، شوية بابريكا، سكر، ملح ومندوزي. وهنا عندي قليل من الكركم والكاري، جدا قليل. ليش تخلون السكر؟ حتى يعادل الحموضة مال المندوزي. هنا جوا بالقعر أخلي الباقلة الخضراء أو الفول يسموها. هنا عندنا هاي المواد كلها، شوفوا هاي الخضرات والبصل وما أدري شنو. هنا عندنا العضال، احنا نسميها مال السلق، خليتها جوا حتى لا تحترق عندنا الدولمة، يعني إذا تشيط يصير بهذا. وشوفوا وهذا كيس الفلفل، والله العظيم رحت جبته وإجيت. يلا هسه نبدي نحشي وأكملها لكم، وباكر يلا أطبخها. ليش؟ حتى تشبع كل المواد مع بعض. أحسن طريقة لكم بناتي وليداتي تسوون الدولمة، تلفوها بالليل وتخلوها الثاني يوم يلا تطبخوها. أول طبقة الباقلة والبصل، وبعدين نبلش الكوسة، باذنجان والطماطة والفلفل، ونخلي بعدين السلق لأن حتى لا ينمرد، لأن هو يروح بسرعة يموع، نخليه فوق. كملت لف جدر الدولمة، وهذا من أخليه على الطباخ طبعا راح ينزل يهبط. ولا تكثرون من الصوص. الصوص هو عبارة عن معجون الطماطة وماء، قليل من الملح واللمندوزي والسكر، تخلطوه وتخلوه. لا تخلون كثير رجاء، لأن هو مي الخضورات والسلق وهاي راح تصعد لي فوق. وهذا شكلها، وإن شاء الله أسوي فيديو من أكملها ونصبها وقت الأكل. بناتي لا تواخذون وليداتي، ترى أحبكم والله العظيم، وأشياء قويات صدقني، على مود يطلع الفيديو حلو. وهذا شكلي أنا، شوفوا ما أعصب أبدا، أموت عليكن بديتكن حياتي.